عدد أعضاء شبكة التجسس يصل إلى 8 أشخاص، إضافة إلى أحد المصريين من مدينة رفح المصرية. الأجهزة الأمنية قالت أنه خلال التحقيقات اعترف العنصر المصري الذي يعيش في رفح المصرية بأن هناك 8 آخرون بين فلسطينيين ومصريين، أي أن الشبكة أعضاء الشبكة من المصريين والفلسطينيين، وتم اعتقال أحد أفراد هذه الشبكة. وربما تكون الأجهزة الأمنية قد توصلت أيضا إلى أعضاء آخرين، ولكن لا تفاصيل حول هذا الموضوع. كل ما قيل حول هذا الموضوع إلى الآن أنه بالفعل سوف يتم نقل القضية إلى القضاء العسكري، على اعتبار أن شبكة التجسس كانت تمارس نشاطات لرصد أهداف عسكرية وأسرار عسكرية ومعلومات وتفاصيل عسكرية، وبالتالي القضاء العسكري هو المختص بهذه القضية، ولكن التحقيقات لا تزال جارية إلى الآن. من جهة أخرى هناك تلميحات من بعض الأوساط المصرية أن هذه القضية ليست بهذه الضخامة التي تصدر بها إلى وسائل الإعلام أو إلى الأوساط السياسية والأمنية، وهي مجرد غطاء لأحداث تجري، ولكن في كل الأحوال هناك قضية وهناك شبكة تجسس تم رصدها ويجري التحقيق معها في الوقت الراهن.